أرملة إبراهيم شيكا تعلن خبراً صادماً. ماذا حدث لها؟ أعلنت أرملة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا عن إصابتها بجلطة في قدمها اليمنى. وكتبت أرملة شيكا عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قدر الله وما شاء فعل. جلطة في الرجل اليمنى. وفي وقت سابق كانت أرملة نجم نادي الزمالك السابق قد كشفت تفاصيل الأيام الأخيرة من حياة زوجها، وأوضحت أن إصابته بمرض السرطان الذي استمر لأكثر من 1 و8 أشهر تطلب نفقات علاجية باهظة ما اضطرها إلى طلب المساعدة، رغم أن بعض الأشخاص بادروا بالدعم دون أن تطلب ذلك. وخلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج التلفزيونية، أوضحت أرملة شيكا أنها توجهت في البداية إلى نادي الزمالك الذي نشأ فيه شيكا منذ طفولته أملاً في الحصول على دعم، لكنها لم تتلقى المساندة المنتظرة رغم تاريخ زوجها الطويل مع النادي. وأضافت: تلقينا بعض المساعدات من أشخاص في مراحل مختلفة، لكنها لم تكن كافية لتغطية تكاليف العلاج بالكامل أو لتحقيق فرصة حقيقية للتعافي. الحالة تدهورت بشكل كبير حتى وصلت إلى مرحلة متأخرة، ولأول مرة أصرح أن حالة إبراهيم كانت منتهية حين أدخلناه مستشفى الجوي. الفنانة وفاء عامر كانت شاهدة على ذلك، وقد أرسلت تقاريره الطبية للخارج، وجاء الرد بأنه أوبلسكيس، أي لا أمل في العلاج.